القيادات الشعبيه والطبيعيه والشبابيه والحزبيه، ونقعد معاهم كل قريه على حده وناخد منهم مطالبهم ونقعد معاهم ونسمع ويكتبوا كل حاجه ويوقعوا، توقعاتهم موجوده معانا ان هم عايزين ايه، مطالبهم ايه، حزب الوطني، حزب الوفد، حزب انا عامه مش في اي احزاب، لكن لازم ناخد قرار حتى العمد والمشايخ والشباب والقيادات الشعبيه والطبيعيه والمراه، وكله يوقع لنا على المطالب اللي هم عايزينها. دي تاني حاجه. ثالث حاجه، عملت كل القرارات التي صدرت من مصر من سنه 1902 الى يومنا هذا، وعملتها في 3 مجلدات عشان اقدر اذاكر واراجع ايه اللي الدوله عملته من خلال 4 خبرات احنا هاجرناهم. يبقى كده انا لميت حس الشارع، جبت القيادات الشعبيه والطبيعيه، وجبت القرارات التي صدرت في الدوله، والمطالب اللي طلبوها اهليه والناس كمرحله اولى. عملنا المرحله الاولى وطلعت 5 مطالب كمرحله اولى. المطالب اللي هم طلبوها في المرحله الاولى، اول حاجه ان المساكن المغتربين تتبني على ضفاف البحيره 5221، 10,000 فدان يتحطوا جنبيهم. المساكن بتاعت العمل الغذائي برضه المفروض يبقى لنا الاولويه فيها. رابع حاجه، الاحلال والتنفيذ في منطقه نصر النوبه اللي احنا بنقول الارض لا تصلح الا هذا، ويجب نلاقي حل مع وزاره الاسكان والمحافظه عشان نشوف الحل ايه. اللي انت على فكره اللي كان بيغني في الفيلم بتاعنا ملابس زي لا شوفوا في الكتاب انا علينا مين ما يقعد يعني ما يقعد كنت انا في فبراير اللي فات في كرواتيا، كان في شهر عن الثقافه المصريه في كرواتيا، وانا كنت الممثل الوحيد في الثقافه المصريه كلها مش الشمول. فمن ضمن الاغاني اللي انا سمعتها اسمها الناريه لما هنكسب ايوه جميله اوكي.
يبدا حواراتكم نفسي ان اخويا مساعد يخرج مننا خس 3 4 كيلو مثلا ولا اي حاجه. مين يبدا؟ مساء الخير جميعا. سعيد ان انا يعني مهتم بالشأن العام شويه. فانا ليا 3 دقايق طبعا محافظ ساعه كبيره، فانا هقولهم بسرعه جدا جدا واتمنى ان حضراتكم يعني تقديرا على الصبر اللي انا هقوله. الحقيقه انا بحس الدكتور حمدي الباشا مستشار جراحه التجميل او حزب الوقت، واحنا في حزب الوقت الحقيقه بنملك اهميه كبيره جدا للغه واهلها والمصلحه بتاعتها، لكنه في بعض النقاط الحقيقه في العرض استرعت انتباهي. اللغه اللغويه خليط من العربيه والتركيه والاسلام القديمه. دي معلومه قاطعه ولا دي فرديه؟ يعني هل اللغه قبل دخول الاسلام كانت برضه عربيه والبيزنطيه القديمه اللي هي القبطيه يعني مش ما عرفتهاش ما فهمتهاش. السؤال الثاني، المشكله هي مشكله تعويضات المشايخ في الحقيقه، يعني مشكله اقتصاديه. لكن انا شايف ان المشكله في الحقيقه اللي انتم بتطرحوها اكبر من كده، هي مشكله سياسيه على الحقيقه. لو كانت التعويضات هي المشكله دي مشكله قانونيه يعني المحاكم هي تختص بيها، ليست على صفحات الجرائد او ان هي تدوين القضايا كما بيقول بعض الاخوه من المسؤولين. ليه انتم معتبرينها ان هي طائفيه او اقل؟ ايه بدا انخراط اخواننا من اهل النوبه في الحياه السياسيه والثقافيه المصريه؟ يعني انا ملاحظ في تباعد شديد وانطلاق شديد بين اهل النوبه عن الانخراط في الحياه السياسيه اللي احنا بنعاني كلنا من تدهور الحاله السياسيه والثقافيه بالذات اكثر من السياسيه. نمرة 4، حضروا المشكله في السد العالي ولا المشكله في السياسه؟ انا مش شايف المشكله في السد العالي، المشكله في السياسه، السياسه اللي تتبع للتيسير وتسيير حياه اهلنا في النوبه، ومتهيألي هي دي المشكله، لكن السد العالي بريء. الموقف الاقتصادي والاجتماعي قبل التأثير ونزع الملكيه. انتوا شايفين ان هو سلبي، لكن الارقام اللي حضرتك طلعتها في الحقيقه قالت ان هو مش سلبي. انت كنت 17000 اسره بقيت 107,000 اسره، ده معناه ان كان في استقرار وتنميه، لانه التكاثر بيسابع الرطوب وفي فلوس. كلمه بسيطه تخطيط لي بسيطه في الجدول اللي انت حطيته، انه التعليم او نسبه التعليم كانت بسيطه. قد ايه بسيطه؟ دي ممكن تبقى 50%، ممكن تبقى 40%، ممكن تبقى 0. 3% يعني كانت بتحطها كانت تبان. يعني كانت تبان اللي هي بالنسبه لها كان بالنسبه للتعليم، بالنسبه للتعليم قبل التهجير دي كانت اهم حاجه عندي الزراعه والتجاره دي كلها ادوات اقتصاديه. التعليم قبل والتعليم بعد، لو في يبقى ما فيش مشكله يعني ضخمه زي ما احنا متخيلينها. في مشكله، لكن حضرتك بتقول مساكن المغتربين على ضفاف البحيره زي ال 10,000 فدان والحجاره الى مدى، دي كلها مشاكل تقنيه. يعني